إذا كل الطرب الأصيل حاضر معنا بكل تقاسيمه، بكل موشحاته، بكل تفاصيله، أيضا بحضور سحر نصراوي اللي جاتنا من تونس الخضراء. مرحبا بك، أهلا. وبك أكثر، وشكرا على المقدمة وعلى الترحيب زيدا نورتينا معناتها. أنا سعيدة بإطلالتك، بوجودي معكم الصباح هذايا معناتها. منورة كل البيوت الجزائرية، ومنورة كل الساحة الفنية العربية، وبما فيها أيضا المغرب العربي بما أنه عنده خصوصيته وعنده تقاسيمه كما نقول. إن شاء أول الله. شيء خلينا نتعرفوا على سبب تواجدك بالجزائر. القصة ما بدتش مع الجزائر، معناتها أنا من عائلة فنية. الوالد الله يرحمه شاعر، الشاعر إبراهيم نصراوي، معروف على مستوى الوطن العربي معناتها. كان عنده معناتها الهاجس نتاع السفر منذ القديم. الوالدة اللي هي قاصة بر عرباوي، والاثنين معناتها عندهم الخطيئة نتاع الموسيقى، الغرام نتاع الموسيقى، ووالدي بالأساس. بداوا الرحلة مع الأردن، سوريا، تنقلنا شوية في الوطن العربي. كانت معناتها حاجة في البداية معناتها انه هو يرفض تجربته معناتها اكيد بتجارب اخرى جديده. وبالنسبه لي انا معناتها وقت اللي فكرت في اني انا معناتها شنو اللي قادر يثري لي تجربتي موسيقيا، واحنا عندنا بلد جار معناتها فيه من الانماط الموسيقيه معناتها، وسمعتكم قبيله ديجا تحكيو ما يمكن معناتها انه يملا قاره معناتها الاداءات على مستوى الاداءات الغنائيه وحتى على المستوى معناتها الموسيقات. فشفت انه معناتها عيب اني انا مثلا كباحثه مثلا في الموسيقى ونحب نثري تجربتي وفي حاجه للتجريب، نخلي الجزائر معناتها نخمم في مكان اخر. فكانت الجزائر وانا سعيده جدا توا معناتها عندي سنه تقريبا معناتها ما شاء الله عليك. نحن اسعد اكيد، والجزائر تسعد باحتضان الشباب العربي الشقيق. تونس شقيقه، يربطنا رابط دم في ساقية سيدي يوسف. أكيد. رابط ثقافه، رابط تاريخ، رابط حضاره، والفنان هو السفير الاوحد ربما اللي يمكن ان يجمع بين مختلف الشعوب. كونك تبحثين في الموسيقى، كونك عندك تجربه ادبيه ايضا، تؤدي تقاسيم عراقية، موشحات أندلسية، ربما جمعتي شارك بين كل الدول العربية من خلال ما تؤديه. لكن كيف يمكن لسحر أن تبقى محافظة على هويتها وخصوصيتها وانتمائها؟ بالنسبة لي أنا الجديد لا يأتي إلا من القديم، وأنا مانيش نحكي بالطريقة المثالية النمطية. ما تنجمش تكون أنت معناتها شخص صاحب تجربة متفردة وأنت ما عندكش فكرة على التجارب السابقة، على خاطر سينو معناتها كأنك بدأت من هباء. أنا التجربة متاعي الخاصة معناتها البداية كانت مع ما يسمى بالأغنية الملتزمة. معناتها عندي أكيد معناتها رسائل رصيدي الخاص. أنا نؤمن بالقصيد، معناتها أنا نغني القصيد، وأفضل أنه هذا القصيد يكون فيه زاد موضوع، ويا ريت لو كان يكون موضوع اجتماعي، موضوع عاطفي بالطريقة النبيلة اللي أنا مازلت معناتها نؤمن بها. الفنان هو سفير، وهو أيضا صاحب رسالة، هو رسول مسؤول على الالتزام، مسؤول جدا. والفن الذي لا يرفضه مشروع. أنا قبل ما ننطلق للغناء أو ننطلق للكتابة لازم يكون عندي هدف معناتها اللي نحب نوصل له في النهاية. هو ممكن يكون معناتها ينجم يلامس أكبر شريحة نتاع أشخاص، كما ينجم يكون يلامس شريحه معينه. المهم انك انت لازم وقت تقرر انك تنطلق يكون عندك مشروع. انت لمستي التقاسيم العراقيه ولمستي الموشحات الاندلسيه، تقريبا كل الاداءات الغنائيه نتاع المشرق واللي توجتها في عمل معناتها ما نجمش انا اللي نقيمه. مجموعه مع صحبه الفنان محمد نصراوي اخي، والفنانه الصغيره اميره نصراوي اختي، النواه الاساسيه للعائله معناتها للفرقه من العائله، كل الأسرة فنية، مع مجموعة من الموسيقيين التوانسة الرائعين. نينوى كانت تجربة، هي معناتها مجموعة نينوى هي تجربة معناتها فيها جانب اللي يتناول إحياء التراث العربي معناتها بكل معناتها الأداءات الموسيقية نتاعو. توجت التجربة نتاع المشرق في عمل قمنا به الصائفة الماضية اللي هو يمال الشام. تقريبا كان فيه كل الأداءات الغنائية الموجودة في بلاد الشام، معناتها من البدوي للجبلي للقدود حلبية معناتها تقريبا كل الأداءات الموسيقية. الله. وأنا تو في الجزائر قاعدة ننهل معناتها زادة في تجربة جديدة اللي هي تنجم تكون فردية، تنجم تكون زادة في إطار مجموعة،
وكان فما اعمال مشتركه معناتها زاد مع فنانين جزائريين. انا واخترتي سعيده. الاسماء الفنيه الجزائريه اللي راح تتعاملي معها؟ مبدئيا انا عندي عائلتين معناتها قارين في الجزائر، اللي انا ممتنه جدا معناتها لاستقبالهم لي برحابه صدر. العائله الاولى اللي هي كورال نغم، وبالمناسبه معناتها نحب نحيي سهيله والي معناتها اللي هي شيف دو كور نتاع الكورال على المجهود اللي قاعده تبذل فيه باش تحافظ معناتها على نغم كما عرفناها معناتها منذ معناتها بداياتها. والعائله الثانيه اللي هي جمعيه الفنون الجميله اندلسيه. فوالا، هما زوز معناتها طرق نتاع اداء مختلفين. الاولى معناتها بوليفوني وارموني وغيره، والثانيه معناتها انا حبيت ناخذ من التجربه الجزائريه زاده فيما يسمى بالصنعه معناتها الاندلسي نتاع الجي معناتها نتاع الجزائر العاصمه. فما زاد ان شاء الله مشروع نتاع عمل مع الفنان الشاب امين عبدي والاستاذ الشيخ نبيل يحيوي من قسنطينه. ان شاء الله معناتها نحن في بصدد الاعداد معناتها حاجه اللي فيها معناتها تونسي وجزائري بطريقه تكون فيها شوي معناتها نفس جديد. نفس جديد ان شاء الله. وتشوفي انه شباب جيل اليوم محتاجين انه ننظفوا اذننا الموسيقيه، صح؟ كثير من الطبوع، كثير من الضجه الفنيه الموسيقيه اللي اكتسحت الساحه الان. انا الحاجه اللي انا تفاجات بها اني انا مثلا وقت اللي كنت في تونس عندي درايه معناتها بالطبوع سوا ديزون الاندلسيه في الجزائر، عندي على الطرق نتاع الاداء الموجوده سوا ديزون في الصحراء وما جاورها، ولا الملحون اللي نحن نشتركوا فيه، ملحون ركروكي الطرق، الديوان اللي هو يشبه شويه الاسطنبولي والبنجة في تونس، المالوف اللي احنا لميناه كله في التسميه نتاع المالوف، ما يشبه معناتها المالوف نتاع قسنطينه، الصنعه في الجزائر، الغرناطي في تلمسان. نحن عندنا برشا موروث معناتها موسيقي مشترك واجتماعي ونضالي ومعناتها. والنضال هنا يكمن انكم توصلوه لجيل اليوم. يعطيك الصحه. المؤسف انه ممكن المواطن التونسي العادي ممكن معناتها ما يعرف مثلا من الموسيقى الجزائريه كان الراي، والراي اللي قاعد يوصل توا ماهوش الراي كما معناتها في وقت بار اكزومبل الشيخ دحمان حراشي ولا احمد وهبي، ولا معناتها ماهوش بنفس الطريقه كما احنا زاده للاسف توا اللي ما يعرفش تونس ما يسمع تقريبا معناتها في الاذاعات الا نمط واحد اللي هو الراب. انا نحترم معناتها المستمعين نتاعو، اما ما نشوفش انه تونس ما فيها كان الراب، ولا الجزائر ما فيها كان الراي، زاده افيك لا نوفيل انتربريتاسيون بالطرق نتاع الاداء الجديده اللي هي بعيده ياسر. لهنا انت مشكور جدا انت والاعلاميين اللي هما معناتها ماخذين على عاتقهم انهم نوريو تراثنا. يعطيك الصحه، على خاطر المشكله زاده ماهيش مشكله متلقيه كهو، اما وقت اللي انت تلقى الاذاعات والتلفزيات اللي كلها متفقه على نمط واحد، صح، هي الماده اللي نقدموها للجمهور. يعطيك الصحه. لهنا الاذاعي معناتها عنده ورجل الاعلام عنده مسؤوليه جمه معناتها زي اول نوفمبر ذكرى غاليه في نفوس كل الجزائريين، ملحمه الارض الفاتنه بالجزائر اللي كانت عندك فيها مشاركه، تحدثوا على هذه التجربه؟ هو قبل التجربه هذه كانت عندي معناتها تجارب مع جمعيه الفنون الجميله وكورال نغم اللي كانت معناتها تجارب رائعه، وختمتها معناتها بالتجربه هذه اللي هي كانت مع معناتها ثله من خيره الفنانين الجزائريين، مش الكلهم معروفين، فيهم وجوه معروفه معناتها في الساحه، وفيهم معناتها مواهب شابه صاعده معناتها بصراحه معناتها كان عندهم نفس نتاع التزام ونفس نتاع، لانه العمل الفني ما فيهش حس نتاع التزام زاد ما ينجحش. صح. وكانت تجربه معناتها اقل ما يمكن ان يقال عنها انها رائعه، معناتها اخراج الاستاذ فوزي بن ابراهيم. بالنسبه للموسيقى كانوا معناتها المهتمين بها معناتها سي حسن مزيان، سي قاصد، الاستاذ محمد محاينك. عموما تجربه معناتها الكلنا وقت اللي خرجنا منها معناتها عشنا فتره نتاع فراغ، معناتها خاطر تلقى روحك في التمارين سورتو معناتها الفتره الاخيره تقريبا من الصباح حتى لليل، والطاقم نتاع العمل اصبح عائله. معناتها انا سعيده جدا باني خضتها، وخاصه
المناسبه اللي هي تقدمت فيها، لانها مش عزيزه كان على قلوب الجزائريين، على العرب الكل والتوانسه والناس الكل معناتها. وحضورك عزيز علينا وراح تبقى مكمله معنا. عبد الرحمن، اذا حتى الفن راح يكون عنده نصيب في الفقره اللي راح تقدمها لنا كل اسبوع، صح؟ ان شاء الله. الفن احنا عندنا درك، بما ان الاخت راح تناضل وتكافح على وتصر على الحفاظ على الفن. في الفن هنا عندنا مقسوم من الجانب الموروث الثقافي الغير مادي، يسمى الفن والفولكلور، يسمى والشعر، فهو الغير مادي. يسمى دوك راكي تشوفي عندك نظره بعيده بزاف باه تحافظي او مع الشباب باه يندمجوا يحافظوا على الاغنيه التونسيه. لازم نوظفوها، يعني لازم نوظفوها طريقه التوظيف. يسمى هي الاخت راهي تكافح هنا، وهذه مشكور عليه. انت تاني مشكوره، راح يكون عندك كفاح توا الموسم كامل إن شاء الله. اللي من خلاله راح تستعرض اهم المحطات التراثيه. نشكرك ان شاء الله.